الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. استاذة مروة. أيوة مع حضرتك، اتفضلي انت على الهوا. حابة ماشي تقولي هو. اسمك؟ لا، مش حابة اقول اسمي طيب، والله يا استاذ. المكالمة مذاعة على الهوا، موافقة بالإذاعة؟ موافقة طبعا. اتفضلي يا حبيبتي، مشكلتك ايه؟ بصي يا حبيبتي، انا اتجوزت جوزي. الكلام ده سنة 2016. كان تمام. يتقدم لي قبل منه عرسان كتير، واتخطبت كذا مرة، واتقالت فتحتي كذا مرة، وكانت مواضيعي ما بتكملش. مم. وساعات اساب وساعات اسيب. والحمد لله لحد ما ربنا كرمني بالزوج اللي معايا دوت. جميل. اتجوزته. كنت في اولى كلية. مم. كان متقدم لي في التوقيت ده محاسب. كان متقدم لي واحد زميلي في الكلية. وكان هو نجار اللي هو جوزي ده. اه. فكان الطبيعي ان انا اختار حد مناسب ليا، سواء اللي هو المحاسب او زميلي. اه. اه. فصليت صلاة الاستخارة. اه. شفت رؤية، يعني المحاسب وزميلي ده ما شفتش فيهم رؤية كويس. تمام. فجوزي دوت كنت ناوية أكنسل الموضوع أساسا، يعني إيه، لأني مم. بحكم إن هو مش متعلم. وبحكم إن هو كان في منطقة أرياف، فقلت إيه، هو مش هيخليني إيه أكمل تعليمي. مم. مم. بس فقبل في اليوم اللي أنا المفروض كنت مدية ميعاد إن أنا أروح أشوفه أنا وبنت عمي، فكنت هكنسل الموضوع، فشفت فيه رؤية صالحة قوي. شفت مم. رؤية جميلة قوي من قبل ما أشوفه. مم. ف... فبنت عمي بتقولي يلا عشان نروح نشوفه وكده، فقلت لها انا والله ما كنتش هروح، بس بعد الرؤية اللي انا شفتها يبقى انا لازم أنا اشوفه. رحت مم. وشفته وارتحت له جدا واقتنعت بيه. رغم ان هو كان طالع من رابعة ابتدائي، وانا مكملة، يعني انا في اولى كلية. مم. مم. بس فالحمد لله يعني. حتى ما ادنيش فرصة افكر. الموضوع تمت بسرعة أوي، في خلال أسبوعين كنت لابسة الدهب، واتخطبنا في شهر 1 2016. ألف سبعة ألفين في شهر 7 2016 كنت متجوزاه في مم. 7 شهور. مم. إنسان محترم، إنسان كويس. تتكلمي معاه ما تحسيش أصلا إن هو مش مكمل تعليمه، إنسان راقي جدا. مم. وكان فعلا عوض ربنا ليا. طب حلو قوي، اللهم بارك يا رب، اللهم اه. بارك. وكنت سعيدة معاه جدا، وكنت بروح الكلية، وكان بيبقى أوقات لما يبقى فاضي كنت باخده معايا، كان بيقعد معايا في وبيدعمك المدرجات. ومش متضايق منك ولا من طبعا تعليمك ولا اي طبعا. حاجة؟ كان بيزقني على التعليم، كان يبقى قاعد معايا في المدرج، لو الدكتور قال حاجة قال ملحوظة كان بينبهني ليها. مم. ركزي على كذا، الدكتور قال كذا. مم. كنت ببقى فرحانة بيه قوي. مم. مم. لدرجة إن هما في الكلية كانوا مفكرين يعني إيه مقنتمين مع بعض. مم. بعد كده إيه، لحد ما قلت زمايلي بقوا يقولوا لا ده جوزها، ده جوزها. مم. مم. بس طبعا بعد ما اتجوزنا بكام شهر، طبعا مواضيع الخلفة زي ما انت عارفة، أروح مم. أتابع متابعة تبويض مع الدكاترة، الكلام دوت لحد ما مم. إيه. مفيش. الدكتورة قالت لي انت سليمة. خلي بقى جوزك يبقى يعمل تحليل عشان نطمن ان انت كده الدنيا معاكي متظبطة. مم. طبعا جوزي عمل تحليل، فاحنا اتفاجئنا بقى بمشكلة قوية عنده كده. مم. طبعا جرينا على دكاترة الذكورة ولفينا وعملنا المستحيل. والحالة شبه ميؤوس منها، والحمد لله رب العالمين. قالوا لك ايه الدكاترة؟ قالوا له ايه؟ زيرو حيوانات منوية. اه. اه. وكمان عملنا مسح ميكروسكوبي للخصية، فكان حضرتك مفيش خلايا أم في الخصية. مفيش اه. خلايا ام. طب هو علاقته بيكي متأثرة بده؟ لا لا خالص، اه. يعني الدنيا ماشية والحمد لله، وأنا اه. حباه جدا جدا، بحبه جدا. يا حبيبتي. يعني خيروني ما بين أمومتي يعني وما بين اه. حبه، لأ أنا اخترت حبه هو. وانتي بقالك 6 سنين دلوقتي، مش مدة قليلة يعني. أكتر كمان من اه. 6 سنين مم. أكتر. مش ف 2016 اتجوزتي؟ فاحنا في 2016. 22، يبقى 6 سنين. 6 سنين كده، اه. اه. حضرتك يعني بس مم. فالدنيا كانت جميلة. عمرنا بظروف صعبة كتير قوي وظروف مؤلمة، بس أنا مكملة ومستمرة معاه. طبعا أهلي خيروني
قلت لهم لا انا مكمله مع الشخص، انا وهو مش طبعا هتخلى قالك عنه. خلاص لو عايزة تختاري هو وسيبيني؟ هو في الاول قال لي يعني ايه انت هتسيبيني، انت هيجي عليكي وقت وتسيبيني؟ قلت له انا عمري ما هسيبك، والايام امم. هتثبت لك، انا خلاص بحبك، انا امم. استحاله اسيبك. عمرك ما آه ندمتي اللحظة انك اخترتيه؟ لا خالص. امم. قدر خالص. يحتويكي بطيبته وحنانه وكرمه اه وجدعنته وانا وحب الخير كمان. ليكي. طبعا وانا كمان، يعني انا بصراحة على مدار السنين اللي فاتت ما شفتش منه العيب، وكان بيدافع عني حتى لو كانت حصلت مشكلة ما بينه وما بين اهلي، كان بيبديني دايما ويقف معايا، وممكن يزعل من اهله عشاني، يعني كان بيحبني جدا. واهله ودي عرفوا ان العيب من عنده ولا من عندك ولا ايه اللي لا وصل لهم؟ لا طبعا عرفوا. امم. عرفوا كمان، حتى اخو جوزي وحماتي قالوا لي يا بنتي لو انت حابه تشقي طريقك ومش عارفه ايه. قلت لهم لا، انا ما حدش يا جماعه يسالني في حاجه زي كده، انا مكمله مع جوزي. واهلي برضك لما سالت قلت لهم لا يا جماعه انا خلاص اخترت. امم. عاطفه الحب عندي اقوى من عاطفه الام، حبي امم. ليه اقوى من امومتي. انا متوجعه وبتألم من وقت تاني، ولو نفسي في طفل، نفسي الطفل يكون منه هو، مش من حد غريب، امم. مش من حد تاني، مش هعرف ومفيش مش علاج؟ هعرف. يعني الدكاترة ما قالوش ان ممكن في حاجة ناخدها نعملها عمليات نسافر ما مفيش اي احنا حاجة؟ ما هي آخر عملية اللي عملناها دي لو كانوا لقيوا حيوانات منوية في الخصية، حضرتك كان هنجمدها وهنعمل حقن مجهري، اه. فما توجدش. بس لا فبصراحة حول احنا ولا بقالنا قوة. بقالنا أكتر من سنتين موقفين بقى علاجات، وخلفة إن هو كان بياخد علاجات كتير والتكلفة كانت عالية، زائد إني كمان كان بيتعب من العلاج، حقن كتير وبراشيم كتير، وأنا والله امم. كنت بخاف عليه جدا. حتى لما حبينا نروح عند دكاترة، رحنا عند أغلى دكاترة في مصر، مراكز امم. معروفة يعني بدون ذكر أسماء، ما بيجاش امم. إلا الخليجيين والعرب من بره. امم. يعني كل فلوسنا حطيناها في المواضيع دي، ما امم. استخسرناش حاجة يعني. بس أهم حاجة بس في صحته. إرادة ربنا فوق كل اه شيء. بس أنا عندي ثقة كبيرة في ربنا، إن ربنا هيرزقنا. يا أنا واثقة حبيبتي. في الله والله يا العظيم. حبيبتي. الدكاترة ما عندهمش، بس أنا عارفة إن ربنا عنده، وعارفة إن ونعم ربنا بالله. هيدينا. ونعم بالله. بس فدي قادر. حضرتك. قادر على اه كل حال. احنا ماشيين على المنوال ده بقالنا فترة، والحمد لله رب العالمين، والسعداء ومبسوطين. وانا جت عليا فترة كنت بشتغل برضك، ان تكلفة العلاج عالية شوية، نزق بعضنا بالعلاج شوية، مش عارفة نزق بعضنا بيه، ولمينا الديون اللي علينا، كنا داخلين علينا ديون زينا زي ارسال، والحمد لله ومشيت. مم. وانا الحمد لله بهتم، وجت انا قاعدة من الشغل مثلا تقريبا بقالي سنة. آه الحمد لله رب العالمين، أنا مهتمة ببيتي وبزوجي وبنفسي، ويعني كلهم بيحسدوا عليا يا والله. حبيبتي انتي جميلة. وكلهم الله يبارك وكلهم فيكي يا بيقولوا رب. له الله الله يبارك فيكي. يخليك يا أستاذة مروة، وقادر والله ربنا يكرمك. يرزقكم يا رب بالذرية يا رب. الصالحة يا رب يا رب. يا رب. يا رب. وأنا يا رب. يا رب، وأنا كل اللي خلاني عشت معاه الفترة اللي فاتت دي كلها، كنت مبسوطة وسعيدة. كنت بتألم من وقت للتاني، بس برجع أقول جوزي بصة فيه في عينيه، وبصة في وشه بميت عيل، مش عايزة عيال. يا حبيبتي. هو والله العظيم بجد يا أستاذة مروة بقول الكلام ده من قلبي، كلهم حواليا ملاحظين ده، وكلهم بيقولوا له يا بختك بزوجتك، يا بختك بيها. قادر اللي رزق الحمد. سيدنا زكريا بيحيى قادر الله ينور يرزقك يا رب. عليكي، يا رب يا يا رب رب يا أستاذة يرزقكم يا مروة. رب يا يا رب رب كل بإذن الله. متابعينك يدعوا لنا يا يا رب. رب يا رب يرزقكم بالذرية بس الصالحة ويريح قلوبكم، وكفاية الحب والدفى اللي بينكم. ياما ناس عندهم ولاد وكبار وعايشين في وسطهم، لكن مفيش في حياتهم دفى أيوة ولا رحمة طبعا. ببعض ولا الحب اللي بينكم. ربنا يديمه عليكم نعمة ويرضيكم برضاه، لأن ربنا نعم عليكم بالرضا، والرضا هو السعادة. الرضا هو الحمد السعادة. لله. يكفي ان وكفاية إن الحتة أنا اللي أبقى نقصت موجودة منكم، جنبه. يعني يكفي ان الحتة اللي نقصت ما اثرتش عليكم. قد ايه فرحتيني. قد ايه اه يمكن انتي من الناس اللي ادتني يعني ايه
شعاع امل ان لا، في خير وفي مكالمات ايجابيه اهو. زي الناس ما بتحكي تقعد تقولك هو مفيش حاجه عندكم حلوه كده؟ مفيش حاجه غير خيانات وناس بتخون وناس فعلا فعلا ليهم حق. لان البرنامج كل اللي فيه للاسف ناس بتحكي بلاوي، واللي سابت جوزها، واللي مش اصيله، واللي جوزها اول ما فلس سابته، واللي جوزها اول ما حصل له مشكله سابته، وحاجات كتير قوي. فلما نلاقي مثال صالح زيك ورجل صالح، والله وقد والله ايه يا يعني أستاذة مروة. الرؤية اللي انت قلتي لي عليها قد ايه جميلة، ان انت اساسا وانت بتختاري كنت بنت واعية وبتقول يا رب. مش زي بنات اليومين دول الطايشين الهبل اللي ما بيروحوش حتى يستخيروا ربنا ولا يقولوا يا رب يا رب دلنا وعنا على الاختيار. لا، أنا فربنا دلك بصلي على دايما الخير. الاستخارة، دايما والله يا أستاذة الحمد مروة. يعني لله. أنا بصيت للرؤية الطيبة وصاحية من النوم مبسوطة مرتاحة من قبل ما أشوفه. فبناء على كده لما رحت واتكلمت قلت هو ده العوض والرزق، وكملت على كده. وقد كان الحمد لله. وقت كان. وقادر ربنا يرزقكم ويطيب يا رب. خاطركم يا رب، ويديم بينكم الحب والعشرة الطيبة يا يا رب. رب، والمودة يا رب. والرحمة. وده بالدنيا، صدقيني صدقيني والله بالدنيا يا وما أستاذة فيها. مروة من كتر ما أنا بحبه، يعني ساعات أقعد أسرح بخيالي كده ما بيني وما بين نفسي. اقول يا ربي لو حصلت له حاجة، اروح اقول استغفر الله استغفر الله، لا يا يا رب حبيبتي، يجعل يومي قبل يا يومه. حبيبتي. ما اقدرش اتخيل نفسي والله الله العظيم في الله الله الحياة عليه، ده أمه ثانية دعياله واحدة من قوي. غيره. ده أمه والله دعياله. العظيم يا استاذة مرة بخاف عليه من الهوا الطاير. يا حبيبتي، بحبه قوي، بحبه اكتر من ابويا وامي ومن نفسي. يا حبيبتي، ربنا يسعدكم يا رب. ربنا يسعد قلوبكم. طب انتي بتعيطي ليه؟ في حد يعيط عشان بيحب؟ عشان خاطر من اسبوعين فاتوا حصلت مشكلة، انا من ساعتها وانا عندي انهيار عصبي ايه ومش اللي حصل؟ مستوعباه. ايه اللي حصل؟ أنا كنت ماشية بما يرضي الله. أنا نظيفة جدا في بيتي وفي نفسي ودنيتي حلوة. وفجأة يا أستاذة مروة وبدون مقدمات كنا حلوين مع بعض السبت اللي فات اللي قبله اللي لا اه اللي قبله. اه يعني السبت بتاع النهاردة ده اللي هو تالت سبت. اه ففجأة يا أستاذة مروة بدون مقدمات كنا قاعدين مع بعض يوم السبت حلوين مش أي حاجة، وكنت بعمل مربى بلح وكان قاعد وهو متعاون جدا معايا في البيت. اه يعني لو جه من بره أنا لسه بطبخ يقف يساعدني، يقف يغسل لي اه المواعين، يقف يعمل معايا الأكل. والله العظيم لو قلت بيشيلني. يعني يا أنا حب بقولك اه شفت منه حب وحنية ما شفتهمش من أهلي والله. وفجأة كان حلو يوم السبت وبنهزر وبنضحك ودخلنا نمنا وما فيش أي حاجة. هو كان بقاله فترة كده مش مهتم بيا. فأنا جيت يوم الأحد وقلت له يا إبراهيم أنت على طول، لا سوري نسيت طيب أقوله. ماشي. فبقول له ما بقول له وأنت اه على طول يا إما ماسك التليفون مركز فيه، يا إما عمال أتفرج على التلفزيون ماتش. مش واخد بالك مني ليه؟ ده أنا بقالي شهرين ما خرجتش من بره البيت. انا يا مم. اما حتى انا ما بخرجش اجيب طلبات. لو اي بنت من البيت عندي نازله تجيب طلب بخليها تجيب لي معاها. مم. وكنت الفترة الأخيرة دي ملتزمة بقراءة سورة البقرة الصبح وبعد الصبح وبالليل قبل ما أنام، وبسورة مريم وبسورة مم. الدخان وسورة الرحمن سورة الواقعة سورة شوية صور قرآنية كده مم. بحيث إن هما وسورة ياسين عشان ربنا يكرمنا بالذرية. بصلي اه الصلوات في ميعادها زائد الأذكار زائد استغفار ليل ونهار. اللهم عشان صل على النبي عليه. شفت حالات كتير ميؤوس منها، وبالاستغفار وبالقرب من ربنا 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 اداها. طبعا قادر على كل شيء. بس قام جه يا أستاذة مروة كنت بقالي 3 شهور من شهر 9 ماشية على المنهج ده أنا وهو. وربي لا تذرني فردا في الصلاة 40 مرة وفي كل سجدة علشان ربنا يكرمنا. مم. وكنا بنقوم ولدرجة إن أنا في جمعة من الجمعة ختمت القرآن كله في يوم واحد. اللهم يعني بارك. اتحديت نفسي بعد الفجر إن أنا أقرأه في يوم واحد. فعلا اللهم بدأت بعد بارك. الفجر
وصليت الظهر ونمت شوية، بعد كده قمت كملت خلصت الساعة 10 بالليل ولله الحمد. وكان أول اللهم مرة في لك حياتي الحمد. أختم القرآن كله في يوم واحد. اللهم و... بارك. وسورة البقرة دي من كتر ما بقيت أقرأها كانت بتاخد معايا ساعة وساعة ونص، بقت بتاخد معايا تلت ساعة ونص من ساعة كتر ما انت بطريقة تمكنتي في قراءتها. تمكن بطريقة اه. الحدر. اه. بقرأها بطريقة جميلة وبصوت عالي في قلب بيتي، وبيتي كان منور بالقرآن الشهور اللي فاتت طب ايه اللي وبالذكر حصل؟ ايه اللي وبالاستغفار. حصل؟ بس جه يوم الحد بقول له انت ليه يعني مش امم. بتدلعني، مش بتنكشني، مش بتعكسني، قومي البسي دوت ما تعملي سايبني ومتنفض لي ليه كده؟ انا زعلانه منك، خد بالك مني شويه، انا طول النهار انت بتبقى بره ببقى مستنيه دخلتك عليا تقوم تاخد بالك مني. امم. فبص لي كده وهز لي دماغه وقال طيب طيب ماشي. كانت اول مره يعمل معايا كده، سبته. امم. جينا بردك يوم الاثنين انا كنت صايمه، امم. ف... فكنت بصوم اثنين وخميس، امم. فلقيته فجأة. سامعاني ايوه حضرتك؟ سامعاكي، انا مركزه قوي، قوليلي. فجيت فجأة فضلت صايمة طول اليوم، وطول اليوم ما رنش عليا. هو استحالة ما كانش يرن عليا، لو ما كانش بعرف ستة الا يتصل من زمايله في الشغل، المهم انه يوصل لي ويطمن عليه، وخاصة امم. لما ابقى صايمة. لقيته طول اليوم منفض لي، انا قلبي كلني عليه، شحنت رصيد وقلت اطمن عليه. امم. لقيته بيكلمني من تحت ضرسه كده بطريقة مش حلوة، زعلت. امم. فجيت رحت قلت له طب هات لنا معاك اكل ومخلل وحاجات وانت جاي ومش عارف ايه، عشان انا صايمه امم. وهنعمل اكل وناكل. جه انا كنت باخد دش ومش عارف ايه، فداخل برضك لا بيكلمني ولا بيسلم عليا، وطريقته معايا مش حلوه خالص. دخلت خدت الدش بتاعي، وقفت صليت صلواتي، وقفت امم. قعدت اقرا القران بتاعي وانا صايمه، وهو عارف اني ما فطرتش وما عبرنيش. قلت ماشي. بعد ما خلصت قراءه قلت له يا ابني هتاكل؟ قال لي لا مش هاكل. انت مش هتاكلي؟ قلت له لا انا مش هاكل بالوضع اللي انت فيه ده، انا مش هاكل. امم. خلاص انا صايمه ومش هفطر. خلاص طب بعد اذنك ممكن تحطي الاكل في التلاجة؟ قال لي طيب طيب. ما رضيش يقوم ولا يعبرني، شلت الاكل في التلاجة. رحت بقى قلت له وانت يا ابني بتعمل كده ليه؟ وانا عشان اشتكيت لك ان انت مثلا مقصر معايا في شويه حاجات؟ امم. انا غلطت، طب حقك عليا. المهم انا بقى زعلت منه، هو بصراحه قام حضر الاكل، مبقاش كذابه. وقعدنا وكلنا، بس قاعد بعيد عني ومقريف مني كده ومش طايقني، معرفش ليه. طب ايه اللي حصل بقى؟ قوليلي ايه اللي طلع ما. جينا بقى يوم التلات، هو كان الكارثه بقى يا استاذه مروه. ايه اللي حصل؟ راح الشغل برضك طول اليوم، قمنا صلينا الفجر طول الوقت عمال ينفخ ومش طايقني وبيبص لي بطريقه مش حلوه. المهم خد بعضه وطلع الشغل. انا قلت والله ما انا رن عليه لان انا ما عملتش حاجه. اه. جه بقى يوم السبت يوم التلات ده، جه من الشغل بدري. انا بفتح الباب لقيته في وشي، هو المفروض بيجي 8 جه 5. فرحت وضحكت وغطيت وشي بالخمار وجريت على المصلية عشان ما ياخدش بالي بفرحتي بدخلته اه. عليا بدري. انا قلت جاي بدري يصالحني. اه. لقيته قاعد مكشر وشه اسود. خلصت صلاة بكلمه هتاكل؟ لا يا ابني في انت عامل كده ليه؟ بقالي 3 ايام راضي فيك ودادي فيك على حاجة انا ما عملتهاش. راح قال لي بصي بقى يا بنت الناس، عشان نبقى على نور، انا مش هكتب لك الشقة باسمك. احنا كنا متفقين في اول جوازنا يا استاذة مروة، بعد ما عملنا العمليات، اني لو لا قدر الله ربنا ما رزقناش بالخلفة يبقى يأمن لي حياتي، بحيث ان انا بعد عمر طويل ما اتبهدلش، الاقي اه. مكان اقعد فيه. امم. وهو قال لي طبعا من غير ما تقولي. حتى بابا امم. قال لي هكلمه في الموضوع دوت. رحت انا قلت لبابا لا، محدش يجرحه بكلمة، ده بيني وبين جوزي. فاهمة قصدي؟ وخلاص. امم. وخدت. قال لي طب انت يا بنتي هتكملي في حياتك وما معاه؟ قلت فتحتوش له اه. السيرة دي تاني؟ لا اهو 8 سنين ولا 6 سنين جواز حضرتك ما فتحناش حاجة. اه. يعني هو ما خدش خطوة في الموضوع، وانا والله العظيم مدية كل الثقة والامان. ولا اتكلمتي فيه تاني اصلا؟ لا في الفترة الأخيرة دي بس كنت بقول له يا ابني اعمل أوراقك، اعمل طلباتك، اعمل حاجتك. ما ينفعش حتى البيت كله مش معمول له أوراق، الدنيا مش معمول لها أوراق. فين وفين، يا دوبك لسه قايم يعمل عقد للشقة باسمه، يا دوبك لسه اليومين امم. دول. المهم وانا والله مش واثقة فيه، والله واثقة فيه.
يعني انا مش مديه اي حاجه. فبقول له ليه يا ابن الناس، ما انت من اول الجواز وعدتني بالموضوع وخلصنا وقفلنا، ويا حبيبي انا عارفه طلبت منه ايه، ان هو يعمل الموضوع ده بشروط تضمن له حقه فيها اكتر مني، بمعنى ان يكتب بند في العقد طول ما انا زوجته هي شقتي، بس لا يصلح ليا التحكم في ملكيتها او ايجارها او شرائها او بيعها. فاهمه مم، قصدي؟ مم، مم. لو اتطلقت الملكية تعود إلي، لو اتوفيت الأول الملكية تعود إلي، يبقى أنا كده مم. ماليش حق في الشقة ان انتي أصلا. تفضلي عايشة فيها بس، وفي حالة لا اه، قدر الله وفاته تبقى انتي عايشة فيها. وقلت له بعد الشر، لو ربنا ما ادناش أطفال وبعد وفاتنا احنا الاتنين، بعد الشر عليك وعليا، نوهبها لعمل الخير كصدقة جارية، لأن إيه، ملناش أطفال يدعونا ويروحوا ويجوا مم، علينا. مم. بس انا كده عداني العيب اه، وخلصنا. لقيته اه. بيقولي طب افرض انتي، انا ربنا شفاني وبعد 10 15 سنة مثلا وحبيت اكون اب، وانتي كبرتي في السن وما بقيتيش تخلفي، يبقى ايه الوضع ساعتها؟ انا اتصدمت، الكلمة نزلت عليا ياه. زي الصاعقة. اتصدمت والله يا استاذة مروة. قلت له انت ليه بتقول كده؟ انت كده ليه يا ابني؟ طب يعني انت انتي ما قلتش. تكوني مستحملاه كل السنين دي، وهو لو ربنا شفاه ساعتها هيروح يختار انه يخلف؟ لا حول ولا قوة الا انا هو بيقول الكلمه دي، هو اول مره في حياتي يقول حاجه زي كده. انا اصلا انا عيطت، ليه كده ليه كده؟ انا بحبك، انت كده ما بتحبنيش قد ما انا بحبك، وثقتك فيا مش عاليه زي ثقتي فيك. بالله عليك انا في قلبك، بالله عليك انا في قلبك، انا في قلبك عشان تقول كده. لقيته قعد على الارض وقعد يعيط وانهار من عياطه وقعد يخبط على وشه. انا ما بحبكيش انتي، انا بحبها هي، انا بحبها هي، هي في قلبي السنين اللي فاتت دي كلها. أنا مين ما دي؟ قدرتش أحبك. خطيبته القديمة. لا اله الا الله. منهار من العياط وأنا انهارت. قعدت أكلمه بالراحة أقول له طب بس اهدى. أقول لي طب ده ظهر فجأة، ده أنت عمرك ما جبت سيرتها وهي راحت لحال سبيلها وخطبتني أنا وقمة السعادة معايا. كل اللي حوالينا بيحسدونا والله يا أستاذة مروة على السعادة اللي احنا كنا عايشين فيها، أقسم بالله كل الناس بتحسدنا. فضلت اطبطب عليه. طب احكي لي، طب ده حصل ازاي؟ قعد يقول لي اصل هو قابلها صدفة في المترو، واصلي مش عارف ايه، وقعد يحكي لي. قلت له بمجرد مقابلة تعمل كل ده؟ طب انت السنين اللي فاتت دي كلها، ده انت عارفة يا استاذة مرة ما كانش بينزل يقعد مع لا عمه حول ساعة ولا قوة ويسيبهم. الا بالله. ما بينزلش يقعد مع عمه ايه ساعة التحول ويسيبني. الغريب ده؟ يعني هو معرفش، عارفة، ما بيسيبنيش ثانية. لو دخلت المطبخ ورايا، دخلت الأوضة، ما بيسيبنيش ثانية. وفجأة كنت ظهرت له صدفة حن للماضي. بس معقولة كان كاتم السنين دي كلها ولا بان عليه يا أستاذة مروة؟ أنا ما بحسش. ده عمره ما ده مرة بس في أول جوازي بنهزر، أنا كنت مخطوبة وأنت كنت خاطب، طب خطيبتك ولا بهزر. قال لي يا ستي اه. ما تقفلي عن الموضوع دوت، والله أنا لو شفتها في الشارع ما هفتكرها. انت اه. عندي الدنيا والاخره، انا بحبك انت. وفعلا كان كله بيحسدني على سبحانك يا رب، على اللي يا رب، بيعمله سبحانك يا معايا. رب. يعني ده حسد ولا ده ايه؟ انا مش قادرة ما افهم. اعرفش، مش عارفه يا استاذه مروه. انا منهاره من ساعتها، لدرجه ان انا لما كنت اقعد في قعده مع اخواتي مع اخواته واشوف كل واحد اطفاله حواليه ببقى متاثره. بس ما بيني وما بين نفسي ارجع كنت واقول، بتراضي نفسك بيه؟ ده انا معايا جوز مش معاكم انتوا، ده انا معايا راجل مش معاكم انتوا. كنت بتباهى بيه وكنت بقول يا اختي انت فرحانه انت وهي كل واحده معاها عيال، بس انا معايا راجل هو الدنيا كلها عندي. ده انا كنت بصي كان هو فرحتي، كنت بحسه طب ابني ممكن واخويا يكون وجوزي. بيعمل كده عشان يديكي حرية انك تسيبيه وتتجوزي غيره؟ لا يا استاذه مروه، اقسم لي على كده وحلفني على كده. طب وبعدين انتوا وصلتوا لفين دلوقتي؟ وصلتوا ايوه لفين؟ يا ايوه يا استاذه مروه. وصلتوا لفين دلوقتي؟
بس لقيته انهار وقعد يعيط، أنا طبعًا فضلت أستدرجه في الكلام، بعد كده بَص كده وفتّح وبرّق لي، قال لي: "هو أنا إزاي قُلت لِك الكلام ده؟" وقعد يعيط أكتر وقعد يخبط على وشه وقعد يقول لي: "سامحيني حقِّك عليّا، أنا إزاي قُلت لِك كلام زي ده؟ طب حقِّك عليّا." طبعًا أنا انهارت من العياط إمم. وكنت باموت، أنا بقى لي أسبوعين لا باكل ولا باشرب ولا بانام ومش عارفة أعمل إيه. قعدت أعيط وانهارت، طلعت بالراحة في هدوء عند أخته فوق حكيت لها وجوز أخته قعدوا يقولوا لي: "ده بيقول لِك كده أكيد أنتِ صعبانة عليه وعايزِك تمشي ما هو وتتطلقي ده اللي أنا باقوله. وتتخلفي." قُلت لهم: "لأ أنا عارفة جوزي." إمم. نزلوا يكلموه اتيقنوا من الكلام، قالوا له: "دي حاجة عدِّت عليها، ده هو كان خاطبها في 2015 والّا 2000 كان ودي خاطبها." ودي أكيد اتجوزت أصلًا. هي دلوقتي متجوزة ومعاها طفل. طب وهو عايز إيه؟ هاقول لِك بقى يا أستاذة مروة، البنت دي زمان هو خاطبها كانت في تانية إعدادي، إمم. يعني تانية إعدادي وتالتة إعدادي كانت قراية فاتحة، وأولى ثانوي وتانية ثانوي وتالتة ثانوي تجارة كانت خطوبة، وكان بيدّيها فلوس وبيدعمها وبيزقرها بيآزرها عشان إمم. تاخد دروس عشان تجيب مجموع وتخش كلية، وأول ما دخلت أولى كلية سابته. هي اللي باعته. أيوه، دخلت الكلية بيقول لي أول محاضرة ليها يعني في أنتِ الكلية. عكسها تمامًا. أيوه يعني أنتِ عكسها تمامًا. تمامًا، يعني أنتِ اشتريتيه وكنتِ داخلة الكلية واشتريتيه رغم إن هو ما اتعلمش وما آه، خلفش، اشتريتيه وعايشة معاه وراضية بيه وبما يرضي الله. باحبه، وهو باحبه أنا اللي وهو العكس مقعدني معاه تماما، يعني هو بيدور هو على اللي بيتعبه وبيعذبه وبيسيبه وبيرميه. مش عارفة في إيه بقى يا أستاذة مروة، قُلت له فهي كمان غدرت بيه وفضلت 5 سنين من وقته ومن فلوسه معاه، وفي الآخر هي سابته، مجرد ما دخلت أولى كلية هو بيقول لي بارن